سلام سلام خياتي، سلام سلام عميرتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جبت لكم اليوم واحدة التحلية كراف بنينة. يعني مغايرة على التحلية اللي موالفة نقدمها لكم. هذه التحلية بذوق البرتقال، جات بزاف هايلة، يعني صدقوني كراف بنينة هذه التحلية. بمكونات جد بسيطة، غير بزوج حبيبات تاع البرتقال، وحنا درنا هاد التحلية اللي سهرة رمضان بزاف هايلة، بسيطة خفيفة على القلب. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة هنا نبداو بالكريمة اللي هي في كاسرونة عندي. آه، في كاسرونة درت زوج كيسان تاع الحليب. الكاس تاع هذا تاع ام والد، درت زوج كيسان تاع الحليب. فوالا، ولا زوج كيسان ونص، عفوا زوج كيسان ونص تاع الحليب. حطيتهم هنايا في كاسرونة. نزيد عليهم نزيد عليهم هنايا النشا. عندي زوج مغارف كبار تاع المايزينا، فوالا معمرين. ونزيد عليهم السكر درت حوالي 3 مغارف كبار معمرين تاع السكر. فوالا، انا ما كترناش السكر باسكو رايحين نزيدو نديرو من بعد شوكولا، ونديرو يعني نديرو مراحل يعني مكونات واحد اخرين حلوين. درت هنا كيس تاع لافاني، وديتهم للنار حتى يبداو يغليو، حتى انعقدت لي هذيك الكريمه. وجيت هنا ضفت عندي شوكولا بيضاء، عندي 50 غرام تاع شوكولا بيضاء. ضفتها هنايا، خليها تذوب في هذيك لافابور تاع هذيك الكريمه. زدت هنا ملعقه صغيره معمره تاع مارغرين، وزدت عاود ديتها للنار تذوب لي هذيك المارغرين مليح، وهذيك الشوكولا تانيك تذوب لي مليح. ونحيها ونخليها بتجيه. هاليكم هنا البنات، بعد ما دابت لي هذيك الشوكولا هذيك الزبده، جبت هاد البلا اللي جاي واسع، يعني باش نحط فيه هاد الكريمه. شوفوا، باش تجيني يعني من بعد تبرد لي ليه ما تطوش معايا. نهبط كامل هذيك الكريمه اللي في الكاسرونه، نهبطها ونجي نغطيها بابي فيلم اون كونتاكت، يعني هذاك البابي فيلم يلامس هذيك الكريمه باش ما تديرناش هذيك القشره من الفوق. فوالا، نجي نغطيها هكا بابي فيلم. هاوليكم نغطي مليح، يعني نحاول نهبط هذاك البابي فيلم على الكريمه. نخليها تبرد هكذا على برا. بعد ما تبرد لي شويه ندخلها للكونجيلاتور باش نخدم بها بسرعه، يعني ما تطوش معايا باش تجمد. هنا ما راحش تجمد مليح لانه راهي سايله شويه، مانيش حابه هذيك الكريمه العاقده بزاف. خليتها تبرد، ونجيت هنا جبت هاد الكؤوس. هاد الكؤوس شريتهم 6 ب15 ألف، يتباعوا 6 ب15 ألف. كاين اشكال وانواع. فوالا، جبت هاد البسكوي. هنا راح ندير طبقه تاع بسكوي من تحته، وانتم تقدروا ما ديروش، لكم الاختيار. انا حبيت ندير بسكوي من تحته، وانتم ديروا اي بسكوي عندكم، ولا حبيتوا ما ديروش. فوالا، جبت هذا الكاطو تاع بيفا، حطيت هكذا شويه شويه من تحته، فتتو هكا فوالا في الكؤوس. وجبت هنا شوية تاع عصير البرتقال، راح نحطو هنايا نشمخ به هذاك الكاطو. بما انه التحلية تاعنا بذوق البرتقال، راح نشمخ بعصير البرتقال. فوالا، نشمخ هكا شوية شوية، يعني حوالي ملعقة نحطها فوق هذاك الكاطو، لانه راح نزيدو هذيك الكريمة تاعنا راح تكون نوعا ما سائلة شوية. راح يزيد يتشرب هذاك الكاطو من هذيك الكريمة. فوالا، نشربه هنايا هكا ونخليه بجيه. ونجي للكريمه تاعي بعد ما بردت لي، نحي هذاك البابي فيلم نحطه بجيه، ونجي نهبط هذيك الكريمه تاعي. شوفوا هنا ماهيش جامده بزاف. اذا حبيتوها نتوما جامده بزاف، ديروا 3 مغارف كبار تاع المايزينا، راح تعقد معكم بزاف.
فوالا هبطتها هنا كامل في البول هذا، وراح نزيد عليها 3 مغارف كبار تاع شونتيي. هنا البنات شونتيي اختياري، تقدروا ما ديروهاش، تقدروا تطلعوا الكريمه تاعكم بالباتور وحدها وتضيفوها تجي بنينه. هنا انا حبيت نضيف لكم هذا المكون باش يعطيها خفه. اذا عندكم نتوما شونتيي تانيك في الدار ديروها، اذا ما عندكمش ماشي ملزمين بها. شوفوا نبقى نطلع في هذيك الكريمه تاعي حتى تخفف وتبيض لي هذيك الكريمه. فوالا بهذه الطريقه بالباتور. هنا ضفت 3 مغارف كبار البنات تاع الشونتيي. جيت هنا حطيتها في هاد لابوش، ونجي هنا نوزع هذيك الكريمه تاعي بهذا الشكل. شوفوا البنات، نحاول نعمر الكؤوس تاعي، ما نعمرهمش للفوق لانه مازالت طبقه واحده اخرى. هاد الكريمه البنات دارت لي 6 كؤوس من هاد الكؤوس تاعي. الكؤوس تاعي شويه كبار، شوفوا ملاح يعني متوسطين. نعمر هكذا ونحاول نخبط شويه الكؤوس تاعي بهذا الشكل باش يجيني الطبقه من الفوق متساوي يعني ليس. فوالا نخليهم يبردوا، ندخلهم للثلاجه يبردوا حوالي ساعه. من بعد نروح نديرو الكريمه تاع الطبقه الاخيره تاع البرتقال. هنا عندي 2 حبات تاع البرتقال عصرتهم، داروا لي كاس ونص تاع عصير البرتقال. حطيتهم هنايا، هاد الكميه كفاتني لهذوك 6 كؤوس. زدت هنا ملعقه كبيره تاع السكر وملعقه كبيره تاع المايزينا. فوالا فوالا نخلطهم مليح بالفوي بهذه الطريقه. وجيت هنا ضفت المكون اللي يعطيني ذوق ولون اللي هو لاروم تاع البرتقال. فوالا نضيفو قطره برك تاع العروم تاع البرتقال معطر ومنكه البرتقال. فوالا ديتو على النار هاد الخليط، هاد الكريمه ديتها على النار حتى انعقدت لي بهاد الطريقه. شوفوا نخليها حتى تبرد شويه ونجي نحطها فوق يعني نحط فوق الطبقه تاع البيضه هذيك. فوالا بهذا الشكل نعمر الكؤوس تاعي كامل بهذا الشكل. شوفوا كيفاش جاو شابين هذاك المنظر جا رائع. شوف جو روعة يا البنات، صدقوني هايلين. فوالا نحط هنا حوالي في كل كاس نحط 2 مغارف كبار معمرين بهذه الطريقة. يعني قلت لكم هذه الكريمة دارت لي 6 كؤوس، وهذيك يعني واش نقولوا لها هذيك استغفر الله، هاد يعني الكريمه تاع البرتقال تاني دارت لي 6 كؤوس. فوالا ديكوجيل، نقولوا ديكوجيل. فوالا هاوليكم عمرتهم هنا كامل، نخليهم يبردوا على برا وندخلهم للثلاجه، ومن بعد نقدمهم معكم واجدين ومزينين. شوفوا هنا البنات كيفاش جاو بعد ما بردت لي هذه التحليه تاعي. كنت زينتها طرونشات تاع البرتقال، شويه تاع الكاوكاو محمص ومطحون بهذا الشكل. شوفوا نتوما زينوا واش حبيتوا. شوفوا جات هذا التحلية قراف هايلة، يعني بنة ولا أروع. بنتها يعني روعة. نبدلو شوية من الكراميل من الشوكولا، يعني غيرت لكم شوية، درت لكم هذه التحلية راح تعجبكم بزاف. وان شاء الله تجربوها وتخليوا لي رأيكم في لي كومونتير. رايكم بزاف يهمني. شوفوا هنا بعد ما دقتها معاكم في السهرة، شوفوا كيفاش جات روعة يا البنات، صدقوني قراف بنينة. تجي كريمية، ما تجيش هذيك التحلية العقدة اللي تقهام، ولا تجي كريمية خفيفة بنينة على القلب تبرد ولا اروع. هنا نقول لكم تهلاو في روحتكم البنات، نقول لكم صحة فطوركم وصحة سحوركم. الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامة.